السلام عليكم متابعين ديالي، مرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم بغيت نشارك معكم كيكه ديال البطاطا حلوه اللي كتجي بنينه وسهله في التحضير. بلا ما عليكم بزاف، اللي مازال مشتركش في القناه يشترك في القناه باش تحطوا يديك ديالكم. يلا ندوزو للمقادير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا واحد البطاطا كبيره درتها في الفران، بطه الحلوه درتها في الفران شويتها. انا غادي نقيها ونقطعها. عندي 3 تاع الخمارات، كل وحده فيها 8 غرام، وحده فاني، 2 معالق كبار ديال النشا، 2 بيضات، معلقه صغيره ديال القرفه، كاس حليب، كاس خاصها واحد شويه تعمر ديال الزيت وديال السكر، معلقه ديال الخل، وكاس ونص ديال الفرينه درتهم هنا وغربلتهم. دوك غادي نقي هذه ونقطعها نديرها في المونيليكس. انا درتها في الكارطه الالومنيوم، درتها في الفران وخليتها حتى تشوات مزيان، طابت مليح وخليتها حتى بردت. هي راها بارده ماشي سخونه. نقطعها. البطاطا الحلوه ماشي بطاطا عاديه. نزيد عليها السكر، الزيت، الحليب والبيض. غادي نضرب هادشي مزيان في المونيليكس ونتلاقاو. الخليط نتاعي ضربته مزيان هاك كيجي. دونك انا غادي نزيد نشعل الفرينه، وراني درت واحد القرصه تاع الملح. دائما ضروري في الاخر كنديروا قرصه تاع الملح. هنا عندي قرفه، فاني، ثلاثه تاع الخمارات. نخلط هادشي مزيان باش ندمج. غادي نكبو هاد الخليط هنايا. نخلطو مزيان دركي هاد الخليط. نزيد عليها معلقه ديال الخل، واخا تشوفوا الخليط ثقيل ما تخافوش تقولوا غادي تجي ناشفه ولا شي حاجه، تجي خفيفه. المول ديروا اللي بغيتو ديروا المول مدور، بغيتو ديروا في هذاك، ما بغيتو دهنوه بالزبده والفرينه صافي ديروا فيه. المول اللي عندكم في الدار استعملوه، ما يكونش كبير بزاف، يكون العبار ديال هذا باش ما تجيكمش رقيقه. صافي هكا واش تساويوها. انا غنردها في الفران حتى نتلاقاو. ها هو الشكل ديالها النهائي، ها هو خرجت. انا قطعت معكم واحد الطريف باش تشوفوها كي جات. ها واش كي كتجي دايره، تجي معلك. صحه والله.